طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الأريترية، معكم فيها شهاب الرأي والمستهل بأهم وأبرز العناوين. طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الأريترية، معكم فيها شهاب الرأي والمستهل بأهم وأبرز العناوين. إنجازات دبلوماسية مشهودة لأريتريا. المصادقة للعمل الرسمي بالطب الشعبي. ورشة عمل لرعاية الأطفال في بارنتو. انتقالات حادة بين اليونان وتركيا. صفقات تجارية وعسكرية ضخمة بين قطر وفرنسا. وأكثر من 200 دولة تتعهد بوقف تلويث المياه بمخلفات البلاستيك. مرحبا بكم. قال معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح بأن أريتريا تحقق إنجازات مشهودة في المجال الدبلوماسي. وقال معاليه في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية إن أريتريا واجهت في السنوات 17 الماضية حملة عدائية قوية مختلفة الأوجه من أصحاب المصالح الخاصة، وذلك لعزلها دبلوماسيا، لكنها فشلت بتصدي الشعب والحكومة القوي. وأوضح بأن سياسة العلاقات الخارجية الأريترية ترتكز على القيم والمصالح الوطنية ولا تراهن على خيار الاستقلال السياسي، كما تحترم خيارات الدول الأخرى. وقال معاليه إن هذا الموقف المبدئي للحكومة الأريترية يجد القبول الواسع حاليا، وأن ازدياد عدد الدول الراغبة لإقامة علاقات مع أريتريا يعكس ذلك. وذكر بأن الحظر الجائر الذي فرض على أريتريا عام 2009 و2011 تحت غطاء الأمم المتحدة هو مواصلة للعدائيات التي بدأت بزريعة الحدود، إلى جانب الحملات القوية لشيطنة أريتريا وقيادتها، حيث فضحت وتعرضت الحملة بفضل التصدي القوي للشعب الأريتري في الداخل والمهجر وحكومته الرشيدة. وبرز الموقف الصحيح لأريتريا ضد أريتريا لفترة طويلة، بدأت اتخاذ مبادرات لإقامة علاقات شراكة مع أريتريا، وذلك نتاج الصمود والتصدي الذي يشحذ الهمة والمعنويات. وقال معاليه أن أريتريا تقوم بجهد بناء لإحلال السلام والاستقرار في منطقة شرق أفريقيا عامة والقرن الأفريقي خاصة، وتعمل من أجل ذلك بمنح الاهتمام للتعاون المشترك الذي يحقق نتائج مرضية. وشدد وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح على أن برامج التصدي ستتواصل بتنظيم متجدد وقوي للدفع بعلاقات الشراكة المرتكزة على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل لبلوغ الهدف المنشود وعكس الصورة الحقيقية لإريتريا. صارت وزارة الصحة على مسؤولية السياسة الوطنية للطب الشعبي التي صدرت في العام 2015، وذلك في الاجتماع الذي عقد في قاعة مستشفى أوروتا في الثالث من شهر ديسمبر الجاري، وأعلنت رسميا عن بدء خدمات الطب الشعبي. وفي المناسبة التي حضرها الوزراء والمهنيين والمدعوين، ألقت وزيرة الصحة السيدة أمينة الحسين كلمة شكرت فيها الأنشطة الجارية في العلاج الشعبي والتطور الذي أحرزته تلك الأنشطة في وقت وجيز، ودعت إلى استمرارية العمل مع اللجنة الفنية الوطنية والمكونة والشركاء الآخرين لتحقيق إنجازات كبيرة في الطب الشعبي بالتركيز على الدراسات وإنجاح المهام. وقال مدير مراقبة الأدوية والأغذية السيد إياس بهتا إنه يتوقع من السياسة الجديدة خلق دافع قوي لتقليص الفجوة بين الطب الحديث والشعبي، وإدخال خدمات منسقة في النظام الصحي عبر الطب الحديث والشعبي. ومن جانبه قال مستشار وزيرة الصحة دكتور مسماي قبرهيوت إن الطب الشعبي ظل يتوارث من جيل إلى جيل آخر في بلادنا منذ مئات السنين، مشيرا إلى عدم وجود لوائح وسياسات لمراقبته والعمل به دون التعرف على إيجابياته وسلبياته، مما ستلعب السياسة الجديدة الصادرة تصحيح ذلك. وفي الخطاب الختامي التي ألقته ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتورة جوزفين نامبوزي، قالت فيه إن الطب الشعبي يلعب دورا كبيرا في الصحة الأساسية، مشددة بأن منظمة الصحة العالمية تعمل بجهد لتعزيز الأنشطة الوطنية لمراقبة الطب الشعبي. وقد وضعت السياسة الجديدة الصادرة أفكارا واضحة لتشجيع الجوانب الإيجابية مع الطب والأدوية الشعبية، وضعا في الاعتبار أهميتها ومساهمتها
وتأطير الأطباء الشعبيين في جمعية لضمان حصولهم على الدورات التأهيلية، إضافة إلى تضمينه الطب الحديث. أكدت ورشة العمل التي نظمت في مدينة بارنتو على أهمية الوعي المجتمعي عبر إرشادات مهنية لرعاية الأطفال وخاصة عمر الرابعة وحصولهم على العناية الأسرية الجيدة لضمان نموهم وتطورهم الجيد. وأوضح مدير قسم التخطيط والمناهج في وزارة التعليم السيد إبراهيم حقوس في الشرح الذي قدمه بشأن الإرشادات التي وضعتها الوزارة لتطوير الأطفال، أوضح أن البرنامج يهدف للنمو الجسدي والذهني للأطفال وإحداث تغيير إيجابي في مسيرتهم التعليمية والتطويرية، مشددا على أهمية وعي المجتمع وأولياء الأمور لإنجاح البرنامج. وأشار إلى أن البرنامج سيتم إدخاله في 20 مركزا لتعليم الكبار في مديريات أوردات ومغولو وغونية بإقليم الغاش بركة، ويستهدف الأطفال عامة والمعاقين في الريف النائي خاصة لتمهيد الأرضية لحصولهم على الرعاية اللازمة وتوفير متطلباتهم وضمان نموهم الجيد. من جانبه أوضح المدير العام للتعليم العام السيد موسى حسين نائب عن وجوب حصول الأطفال على الرعاية الأسرية الجيدة قبل دخولهم التعليم قبل النظامي لكونه أساس النمو الجسدي والذهني، داعيا لتنفيذ برامج توعوية. وأوصت الورشة لتركيز البرنامج أكثر على متدني الدخل والجزء القليل للمشاركة في التعليم من المجتمع وتقوية برنامج تعليم الكبار وتشجيع المشاركين فيه وضمان استمرارية البرامج التي بدأت. دعا مدير مديرية عتكريزان السيد سلمون هايلي لتقوية التنظيمات الشعبية للدفع بالبرامج. وبحث اللقاء الذي جرى في 6 من ديسمبر بين الإدارة والسكان لتقييم الأنشطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بحث الخدمات الاجتماعية الموجودة في المديرية وتحدياتها. وذكر في الاجتماع أن القيام بأنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق والتسجير تم خلالها بناء طريق عتكريزان لقبرو وارا البالغ طوله 8 كيلومترات ويضم 3 جسور بكلفة 1,800,000 نقفة، وصيانة طريق ترابي طوله 5 كيلومترات. وبحث الأنشطة الجارية لضمان تأمين خدمات المياه في بلدة عتكريزان وعدم إكمال عملية إعادة توزيع الأراضي الزراعية. وخرج الاجتماع بآراء بناءة لإيجاد وسيلة دعم آلي لصيانة طريق بيكسا وضعا في الاعتبار لتضاريس المنطقة والإسراع في الخريطة السكانية للبلدة وتوسيع وتطوير المستشفى العمومي تماشيا مع ازدياد عدد السكان. أكدت الأسرة الزائرة لأبنائها أعضاء دفعة 31 للخدمة الوطنية بأنه مجد ساوى تقدم للطلاب القادمين من مختلف أرجاء البلاد الرعاية الموحدة إلى جانب التعليم الأكاديمي وتأكد مستقبل الطلاب المشرق. وفي التصريح الذي أدت به الأسرة الزائرة لساوى من 1 إلى 6 من شهر ديسمبر الجاري لوكالة إيرنا، أوضحت بأن الجهود التي تبذلها الحكومة لتعليم المواطنين مهنيا وأكاديميا تبرز نتائجها من حين لآخر، معبرة عن سعادتها لما شاهدته من توجيه الأبناء بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية. وفي الختام أوضحت الأسر بأن ساوى هي مرحلة تجمع وتحمل المسؤولية الوطنية عبر الاحترام المتبادل، معبرين عن شعورهم بالفخر لمشاركة أبنائهم في هذه الفرصة. عقد في مدينة مندفرة سيمينار توعوي لمكافحة الجريمة والمخالفات المرورية. وأوضحت السيمينارات التي عقدتها شرطة المرور في الإقليم الجنوبي وشرطة مديرية مندفرة لحوالي أسبوعين لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية وسكان ضحيتين بالمديرية، أوضحت قوانين المرور وأسباب وأضرار الحوادث المرورية والاستخدام الجيد للطرق وتأثير الإهمال أثناء القيادة والجريمة وتأثيرها وتعاون الشعب مع الشرطة. وذكر قائد شرطة المرور في الإقليم الجنوبي الرائد هبت قبرو عن وقوع أكثر من 2500 مخالفات مرورية في الإقليم في الأشهر التسعة الماضية أسفرت عن مصرع 100 شخص وتدمير ممتلكات تقدر ب 11 مليون نقفة، داعيا لتوقي الحذر أثناء الحركة. وقال مسؤول مكافحة الجريمة في شرطة مديرية مندفرة الملازم قبر تنساء برهاني إن مهام الشرطة مكافحة الجريمة قبل وقوعها وتقديم الجناة أمام القانون بعد ارتكاب الجريمة، داعيا الطلاب لتعزيز التعاون مع الشرطة لكشف المجرمين.
مشاهدينا فاصل ثم الأخبار العالمية. عالميا نشبت خلافات بين اليونان وتركيا بشأن نزاعات قديمة خلال زيارة رسمية يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أثينا، انزلق سريعا إلى تبادل الانتقادات اللفظية اللاذعة بشأن نزاعات تاريخية بين البلدين، وحدث ذلك على الرغم من أن هدف الزيارة وهي الأولى لرئيس تركي منذ 65 عاما هو تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين في حلف الشمال الأطلسي. وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكساس سيبراس إن البلدين اتفقا على إحياء عملية التشاور بينهما للتوصل إلى إجراءات لبناء الثقة. ومع نهاية اليوم الأول من الزيارة بدأ أن الجانبين يتراجعان عما كان في طريقه ليصبح أزمة دبلوماسية كبرى بينهما. وتتهم أنقرة اليونان بإيواء أشخاص ضالعين في محاولة الانقلاب على أردوغان في يوليو 2016. أعلنت قطر توقيع صفقات أسلحة وإنجاز مشاريع بنى تحتية بقيمة 14 مليار دولار مع شركات فرنسية، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدوحة. وستشتري قطر بموجب هذه الصفقات 12 طائرة حربية من نوع رافال ونحو 500 عربة عسكرية و50 طائرة إيرباص لنقل المسافرين. وستتولى مجموعة شركات فرنسية إنجاز شبكة قطار الأنفاق في العاصمة الدوحة بقيمة 3.5 مليارات دولار. وتشرف الشركات الفرنسية على تشغيل وصيانة شبكة الأنفاق التي يتم إنجازها في إطار التحضير لتنظيم نهائيات كأس العالم 2022. وقعت أكثر من 200 دولة على قرار للأمم المتحدة للقضاء على التلوث الناجم عن إلقاء مخلفات البلاستيكية في البحار والمحيطات، في خطوة تأمل بعض الوفود أن تمهد الطريق لمعاهدة ملزمة قانونيا. وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي نظم الاجتماع في نيروبي أنه إذا استمرت معدلات التلوث بالوتيرة الحالية فإن كمية البلاستيك في البحار ستكون أكثر من الأسماك بحلول عام 2050. وأضاف البرنامج أن 8 ملايين طن من مخلفات البلاستيك من زجاجات وأكياس وأشياء أخرى تلقى في المحيط كل عام وتتسبب في قتل كائنات بحرية وتدخل السلسلة الغذائية للإنسان. وبموجب القرار وافقت الدول الموقعة عليه على البدء في رصد كميات البلاستيك التي تلقي بها في المحيطات. احتفل طهاة البيتزا في مدينة ميلانو الإيطالية بقرار منظمة اليونسكو بضم صناعة البيتزا التقليدية في المدينة إلى قوائم التراث الإنساني العالمي. وتبارى طهاة البيتزا في صناعة فطائر متميزة وتوزيعها على الجمهور في الشوارع والساحات احتفاء بالقرار. وقال اليونسكو إن تحضير العجينة التي تصنع منها فطائر البيتزا واستخدام الأخشاب في طهي الفطائر هو تقليد خاص بالمدينة. ويقدر عدد العاملين في مجال صناعة البيتزا في المدينة بنحو 3000 شخص. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.